نيجي بقى للسؤال التاني، بيقول لك اوجد قيمة كل مما يلي. اقرأ كده. القيمة المطلقة لاتنين زائد القيمة المطلقة لسالب 12. طبعا احنا اتفقنا ان احنا هنخرج بره الايه القيم المطلقة. القيمة المطلقة لاتنين بكام؟ اتنين. قصدي اتنين. 2 زائد القيمة المطلقة لسالب 12. 12. تمام. نجمع بقى 2 زائد 12 بيساوي كام؟ زائد 12 14. تمام، الله ينور عليك. حرف الدال. القيمة المطلقة لسالب 4 في القيمة المطلقة لسالب 5، دي تخرج بكام؟ القيمة المطلقة لسالب 4 بكام؟ 5. ماشي، 4 في 5 بيساوي كام؟ مم. 20. اوكي، صوتك مش واضح على فكرة. حرف الباء. القيمة المطلقة لتسعة ناقص القيمة المطلقة لصفر، دي تخرج بره القيمة المطلقة بإيه؟ اسمه. ماشي، ناقص القيمة المطلقة لصفر تبقى بكام؟ هي 9 أصلا الإجابة. اوكي، ناقص صفر يساوي 9. طيب حرف الهاء. القيمة المطلقة لسالب 24 بكام؟ أنا أقول لك الإجابة. ب24 على القيمة المطلقة لتلاتة تبقى موجب تلاتة. نقسم بقى 24 على التلاتة فيها كام؟ 7. قصدي 8. صح. جيم. 8 زائد القيمة المطلقة لسالب 6. خلي بالك التمانية دي من غير قيمة مطلقة، يعني هتفضل زي ما هي، مش هغير فيها حاجة. تمام. 8 القيمة المطلقة زائد لسالب 6. 6 بتساوي تمام. كام؟ 14. جود، فيري جود. طب حرف الواو. القيمة المطلقة لسالب 10 في القيمة المطلقة لسبعة. 10 في 7 ب70. تمام، برافو عليك. القيمة المطلقة لسالب 10 بسبعة، والسبعة قيمة مطلقة لها سبعة، فأضرب يبقى 10 في 7 ب70. تمام. ندخل على السؤال الثالث، بيقول لك اوجد قيمة اكس. احنا اتفقنا ان الاكس لما يكون جوه القيمة المطلقة هتاخد قيمتين، قيمة بالموجب او السالب. فالقيمة المطلقة الاكس يساوي 22، فالاكس هتكون بايه يا عمر او ايه؟ تبقى بسالب 22. او سالب 22. اكتب الإجابة كده: 22 اللي هي بالموجب، او سالب 22. تمام. حرف الباء. تمام. القيمة المطلقة الاكس يساوي صفر، فهتكون الاكس بكام؟ أو سالب صفر. ها؟ صفر أو سالب صفر. لا طبعا، هي صفر بس. لان الصفر لو سالب ولا موجب، دي الحاله الوحيده اللي انا بقول فيها الاكس بصفر بس، ما ينفعش اقول او، لان الصفر لا هو موجب ولا هو سالب. تمام. جيم. القيمه المطلقه لسالب 4 يساوي اكس. المطلقة 4. تمام، شاطر. حرف الدال. دي تبقى 1 على 5. واحد يعني بصفر وخمسة. تبقى موجب 1.5 بس، صح، اسمها 1.5 1.5. ماشي. حرف الهاء. الاكس يساوي سالب القيمه المطلقه لسالب 3، يبقى سالب الاكس 3. بكام؟ سالب 3. حرف الواو. عارف. دي تبقى -2. يا عمر هيبقى في قيمتين، بالموجب او السالب، يبقى واحد 2 على 6. وسدس او سالب 2 وسدس. احنا اتفقنا لما يكون الاكس هي اللي جوه القيمه المطلقه، ها، بتخرج بكام؟ بقيمه موجبه او قيمه سالبه. خدت بالك؟ لان انا لو حطيتها بالموجب 2 وسدس ما هتخرج بالموجب برضه، لو حطيتها بسالب 2 وسدس برضه هتخرج بالموجب برضه، وهكذا. تمام. طيب تعالى نروح بقى على السؤال الرابع، اللي هي المقارنه. سهله جدا.
يقول لك قارن باستخدام اكبر او اصغر او يساوي. هنا بيقول لك القيمه المطلقه لسالب 8 و6 لازم اخرج بره القيم المطلقه. يعني ايه يا مس؟ يعني القيمه المطلقه لسالب 8 هي موجب 8. طب هنا 6 مين الاكبر؟ ما يبقى ال 8. بس كده. طب القيمه المطلقه لسالب 7.3 تخرج الاول بره القيمه المطلقه بموجب 7.3، وعندك هنا 3.7 مين الاكبر؟ السبعة و3 من 10. تمام. نيجي نشوف مثلا حرف ازاي، احنا كده لسه بنشرح المقارنة خلاص. سالب القيمة المطلقة الخمسة، وهنا معاك الصفر. سالب القيمة المطلقة الخمسة، احنا اتفقنا ان السالب زي ما هي بره القيمة المطلقة ما بغيرهاش. الخمسة هتخرج بخمسة، والناحية التانية صفر. مين الأكبر؟ الصفر ولا السالب 5؟ طبعا الصفر أكبر من كل الأعداد السالبة، فالصفر يكون أكبر. حرف الياء نفس الفكرة بقى. القيمة المطلقة لسالب 2.81 من 100 ولا 2.9؟ لا دي تخرج بالموجب، فهتكون 2.81. وهنا 2 و9 مين الأكبر؟ ال2 و9 ولا 2.81؟ لا 2 و9 يا مس، لأن هنا الجزء من 10 فيه 9، إنما ده 8، فاللي جزءها من 10 9 أكبر من اللي جزء من 10 عندها 8. تمام كده. مم. أوكي. يلا حرف الباء. يساوي. تمام شاطر. ليه؟ لأن القيمة المطلقة ب3، والقيمة المطلقة لسالب 3 بموجب 3. يساوي برضه. ماشي. حرف الهاء. يساوي برضه يساوي. يساوي شاطر، لان دي تخرج بالموجب، موجب 12 ودي 12. ماشي. حرف الحاء. ليه؟ عشان أكبر من دي، وكمان أصلا لو طلعناها تبقى دي 4 ودي 4 و8. لا مش كده. خلي بالك، دي -4 تخرج بالموجب، هتلاقي في وشها السالبات -4. ودي 4.8 هتخرج بره بالموجب برضه، صح؟ فالأعداد الموجبة أكبر أصلا من الأعداد السالبة، صح؟ يبقى القيمة المطلقة ل4.8 أكبر من سالب القيمة المطلقة لسالب 4. اللي بعدها. طيب. ليه؟ عشان 8 نقول مستقيم. 8.2 تخرج بالموجب، والسالب 6.1 هتخرج برضو بالموجب، فال8.2 أكبر من 6.1. اللي بعده. لا اقرأ اقرأ اقرأ. تبقى دي أكبر. لو طلعناها هتبقى ديت يعني أكبر منها، الأربعة أكبر من. دي دي كده انت عاملها غلط. ليه بقى؟ -1.4 دي مش هتتغير خالص، هي مش جوه القيمة المطلقة أصلا. تمام. القيمة المطلقة لسالب 1.4 هتبقى بموجب 1.4، فدي بالموجب دي بالسالب، ما هي الموجب يبقى أكبر. صح؟ ها تمام. طيب. -7.9، وهنا القيمة المطلقة لسالب 8.2. يا ترى مين الأكبر؟ تمام صح. دي تخرج بالموجب ودي بالسالب. طيب حرف اللام. دي لا. يا مس، هقولك ليه اوه. دي لو رفعناها هتبقى 2 1 على 7 لا أو لا لا. 71، قصدي يعني واحد دي وسبعين هتبقى 2.71، إنما دي 2.7 دي الأكبر. لأن بس أنت. لا يا مس، المفروض دي لا. الأكبر عشان العشرات عمر. أكبر من 100. اصبر، هقول لك. سوي المنازل، هتحط هنا صفر. ماشي. الاتنين زي الاتنين. معاك هنا 7 زي السبعة، الجزء من 100 هنا 1، ده صفر، يبقى مين الأكبر؟ أهو. صح. تمام.